سكون الذات. ليه بدأنا الرحلة دي؟ عمرك سألت نفسك هو احنا بنعمل ايه هنا؟ ليه بنتكلم عن السلام مع الماضي؟ وليه عن التحرر من الصورة اللي في دماغنا عن نفسنا؟ هو سكون الذات مجرد محتوى تأملي ولا في طريق احنا ماشيين فيه سوا؟ انا اسمي مؤمن سعد، ويمكن اول مرة اقولها بالشكل ده. سكون الذات مش برنامج، دي رحلة رجوع، رحلة رايحة لأعمق مكان ممكن توصل له جواك. الهدف الحقيقي مش انك تبقى نسخة تانية من نفسك ولا تبقى هادي طول الوقت، لكن انك تشوف نفسك بوضوح لأول مرة. احنا في سكون الذات بنحاول نرجع لحاجة بسيطة جدا. ايه هي؟ السكوت اللي جواك، السكوت اللي قبل الأفكار، قبل الخوف، قبل المقارنات، السكوت اللي منه بيبدأ كل وعي واللي من غيره كل حاجة بتبقى دوشة. دي الحاجات البسيطة اللي احنا عايزين نرجع لها. عشان كده أول خطوة كانت السلام مع الماضي، لأن طول ما انت شايف وجعك القديم عمرك ما هتعرف تسمع الصوت اللي جواك بصدق. كل ما تيجي تهدى يطلع صوت من الماضي يقولك فاكر؟ ما تنساش اللي حصل، خلي بالك ممكن يتكرر. فكان لازم الأول نسكت الضجيج اللي جاي من وراك، مش علشان تنسى اللي حصل لكن علشان تتوقف عن العيش فيه، تقف عن العيش جوه الماضي ده. ولما بدأنا نتصالح مع الماضي ظهر صوت تاني أعمق وأصعب، صورتك عن نفسك اللي اتكونت من السنين اللي فاتت، من كل مرة فشلت فيها ومن كل مرة اتكسفت أو اتخدعت. الصورة دي اللي بتتحكم فيك، بتحدد رد فعلك وطريقة كلامك وحتى طريقتك في حب نفسك. الحلقة اللي فاتت التحرر من الصورة اللي في دماغك عن نفسك كانت عن كده بالظبط، عن انك توقف وتشوف انك مش الصورة دي ولا المواقف اللي رسمتها، انت اوسع واكبر واصدق من كل اللي فات. دلوقتي بعد ما بدأنا نفك القيود دي نقدر نسأل السؤال اللي كان لازم يتسأل من البداية: مين انا فعلا؟ الخطوة اللي جاية مش عن الماضي ولا حتى عن الصورة، لكن عن الجوهر، عن الذات اللي وراء كل ده، الجزء اللي مش هيتغير، اللي كان موجود قبل كل التجارب وقبل كل الأحكام واللي لسه موجود دلوقتي بيشوفك وانت بتتغير. الجزء ده انت. سكون الذات مش رحلة نجاتك من الحياة لكن رحلة وعيك بيها. مش انك تبعد عن الألم لكن انك تبصله بصدق لحد ما يهدى. مش انك تبطل تفكر لكن انك تبقى واعي ان اللي بيفكر مش هو انت ولا هو انت، تبقى انت قادر تحدد. احنا ماشيين سوا في طريق بسيط جدا لكن عميق جدا، من الضجيج للسكوت، من الخوف للوعي، ومن الذات المزيفة اللي اتكونت من أحداث كتيرة في حياتك إلى الذات الحقيقية. كل حلقة في سكون الذات مش درس لكن خطوة في الطريق، خطوة تقربك من نفسك، من لحظتك، من حقيقتك. ويمكن أول ما توصل لنقطة السكون دي مش هتحس بحاجة خارقة، يعني مش هتتحول لسوبر مان، لكن هتحس بحاجة حقيقية جدا. هدوءك بحاجة حقيقية جدا، ان هدوءك مش ضعفك وسكوتك مش هروب وسلامك مش نسيان. ده وعي، وعي انك مش لازم تثبت حاجة لحد ولا حتى لنفسك، وعي انك كفاية، انك زي ما انت كفاية. سكون الذات هو انك تتعلم تسمع اللي جواك من غير خوف، من غير تجميل، ومن غير ما تهرب. ولما تسمع بصدق هتعرف ان كل اللي كنت بتدور عليه كان دايما جواك. في الحلقات اللي جاية هنكمل نغوص اكتر جوا عمق الذات، مش علشان نضيع فيها لكن علشان نرجع منها اهدى واوضح. لانك مش محتاج تبقى حد تاني علشان تكون بخير، انت بس محتاج ترجع لنفسك، وده هو معنى سكون الذات.